مساء الخير. في الحلقة السابقة تكلمنا عن الإطار التاريخي والتآمر الغربي الإيراني على اليمن، وذكرنا مانويل وذكرنا إسماعيل الصفوي. أكو ثابتة ثانية في اليمن اليوم، لن يستطيع أي طرف اليوم، أي دولة اليوم في الجزيرة العربية لمواجهة هذا التمدد الإيراني وهذا التوسع الإيراني في الجزيرة العربية. ما في دولة مؤهلة لمواجهة هذا التمدد الإيراني وهذا التوسع الإيراني أكثر من المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة اليوم المؤهلة في الجزيرة العربية لمواجهة هذا التمدد الإيراني الذي نلحظه من خلال دعم الحوثي. ولذلك احنا لازم نفهم الدور السعودي على هذا الأساس. يعني الكويت وحدها لا تستطيع أن تواجه الحوثي، قطر لا تستطيع مواجهة الحوثي، الإمارات لا يستطيع مواجهة الحوثي، إنما الذي يستطيع أن يواجه الحوثي هي المملكة العربية السعودية، بما فيها من طاقة، بما فيها من بعد جغرافي، بما فيها من بعد عسكري، بما فيها من مكانة روحية وريادة روحية في العالم الإسلامي. هي الدولة المؤهلة اليوم لمواجهة الخطر الإيراني في اليمن. ولذلك احنا ما لازم أبدا نسقط في هذه الإشاعات التي تحوط في اليمن. منهم من يقول أنه السعودية لها أطماع. أطماع في شنو؟ أطماع في بلد يعني يواجه مشاكل عويصة اقتصادية وسكانية وتاريخية وطائفية. أبدا، المملكة العربية السعودية تقوم بدور تاريخي اليوم في اليمن. هي تدافع عن اليمن وتدافع عن دول مجلس التعاون الخليجي وتدافع عن أرضها وحدودها، لأنه إذا استقر الإيراني والحوثي في اليمن فالخطوة التالية لهذا الاستقرار هي مكة والمدينة. صدقوني يا أخوان، إذا استقر الحوثي في انقلابه في صنعاء، وإذا أخذ الشرعية، وإذا كسب واكتسب الاعتراف الدولي به وتحول إلى دولة، صدقوني أن الخطوة الثانية هي مكة والمدينة. ولذلك نحن بموقفنا هذا نحن ندافع عن مكة والمدينة. نحن حقيقة ندافع عن اليمن، حقيقة ندافع عن الأرض العربية في اليمن، ولكننا أيضا ندافع عن عقيدتنا وعتباتنا المقدسة، ومن أهمها الحرمين مكة والمدينة، اللي مانويل البرتغالي وإسماعيل الصفوي اللي تحدثنا عنهما في الحلقة السابقة كانوا ناويين سنة 1501 أن يجهزوا على مكة والمدينة. اليوم إيران تعيد الكرة ومعها الغرب يعيد الكرة. صمودنا في اليمن، صمود السعودية في اليمن، تصاعد الدور السعودي في اليمن، دور المملكة العربية السعودية في اليمن، كل هذا من الصادات التي تصد هذا الغزو الإيراني الغربي لأرض اليمن العربية العريقة. ترى أنتم في اليمن أصل العرب والعروبة. يعني ما من عالم من علماء العرب إلا ونهل من اليمن، شرب من اليمن، أكل من اليمن، تنفس من اليمن. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أثنى عليكم، أثنى على اليمن، أهل اليمن، حكمة اليمن، لغة اليمن،
أفصح شعب في الجزيرة العربية هو الشعب اليمني، لا تنسوا هذا الكلام. نعم أنتم تمرون بظروف استثنائية اليوم صحيح، لكن لا تنسوا يا أحبائي، لا تنسوا أبدا أن العالم ترى كله مر بمصائب وحروب، مو بس أنتوا، العالم كله. هل تعلم أو لا تعلم يا أخي المشاهد وأختي المشاهدة أن ضحايا الحرب العالمية الأولى كان يقارب 50 مليون نسمة، 50 مليون قتيل. الحرب العالمية الثانية 60 مليون قتيل. فيجب أن نعرف بأن هذه الحروب يعني لها ضحاياها صحيح، ولها تكلفتها صحيح، ولكنها ضرورة من ضرورات التاريخ البشري. يعني لو درسنا احنا تاريخ الإنسان، لو قرأنا القرآن وتأملنا في الحروب، لو قرأنا في تاريخ غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام، 27 غزوة للرسول عليه الصلاة والسلام، المؤيد من السماء كان يستطيع أن يرفع يده ويقول اللهم انصرنا، بس هكذا ويكون النصر. لكنه أراد أن يؤسس فينا مدرسة الأسباب والأخذ بالأسباب. رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المؤيد من السماء ركل وألقي على رأسه السلا، وشجت جبهته، وكسرت رباعيته، ونزف الدم، وكاد أن يقتل، وتآمروا عليه قريش، ودخل في 27 غزوة يحمل السلاح مع الصحابة. ليش؟ لأن الحرب والصراع سمة من سمات الحياة الإنسانية، ولذلك ما لازم نيأس. نعم نحن في أزمة غذاء، وأزمة حياة أو موت، وأزمة تدريس ودراسة، وأزمة كهرباء، وأزمة طحين، وأزمة طعام. كل هذه الابتلاءات ابتلاءات إنسانية مر بها ليس فقط شعب اليمن، بل مر بها شعوب الأرض قاطبة. وأذكركم بالحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية اللي ضحاياها عشرات الملايين من القتلى. ولذلك احنا ما لازم نيأس، ولازم نشد ايدنا بايد بعض، ولازم نتفهم هذا الدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في اليمن. هو دور يدافع عنكم، ويدافع عن أرضكم، ويدافع عن أرض المملكة العربية السعودية، ويدافع عن مكة والمدينة، ويدافع عنا في الكويت، ويدافع عن أخواننا في قطر، ويدافع عن أخواننا في الإمارات، يدافع عن الجزيرة العربية كلها. صدقوني لولا هذا الدور لاكتسح الحوثي كل اليمن، ولدخل على المملكة العربية السعودية، ووصل إلى مكة والمدينة. نحن في اليمن اليوم ندافع عن مكة والمدينة، أيضا ندافع عن الإسلام. وتذكروا عندما تقفون بين يدي الله في صلواتكم أنكم على ثغرة من ثغرات الإسلام، وأنتم في رباط. ومقاومة الحوثي تعتبر من الجهاد في سبيل الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.